صباح الخير، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم غادي نقدم لكم فطائر او مملحات معمرة بالكفتة. كتجي زوينة بزاف. كما كتشوفوا كيجي الحشو اكثر من العجين. جربوا هاد المملحات، غادي تعجبكم بزاف وغتعجب لوليداتكم. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجوا الكاس ديال الحليب دافي، غنحتاجوا معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، معلقة صغيرة ديال السكر، وربع كاس ديال الزيت نباتيه. غادي نحركوا هذا الخليط مزيان مزيان حتى كيندمجوا لنا العناصر كامله. ثم غادي نضيف الدقيق ديال الكاس الاول، ثم الكاس الثاني. غادي نضيف معلقه صغيره مع مرش ديال الملحه، والكاس الثالث ديال الدقيق غادي نحطوه جانبا الا احتاجيتو. غادي نخلط العجين ديالي حتى كتندمج ليا كاع العناصر. كما كتلاحظوا فانا كنضيف الدقيق غير بشويه بشويه حتى كنحصل على القوام اللي بغيت، وغادي نجمع العجين ديالي حتى كتولي ليا على هذا القوام هذا اللي كتشوفوا امامكم، رطبه وما تتلتصقش باليدين. كندهن الوجه ديال العجينه ديالي بقليل من الزيت، ومن بعد كنغطيها وتنحطها في مكان دافئ حتى كتختمر وكيتضاعف الحجم ديالها. في مقلاة غادي ندير واحد 2 معالق كبار اولا 3 معالق كبار ديال الزيت. غنضيف 2 ديال البصلات اللي مشلضين مزيان رقاق، وغادي نضيف كذلك فلفل الوان حتى هي اللي مقطعه رقيقه بزاف. غادي نستعمل نصف الكميه ديال الفلفل الالوان، وغادي نحتفظ بالنصف الاخر من بعد للتزيين. كنضيف كيف ما لاحظتوا شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، كنضيف كذلك شويه ديال التحميره اولا بابريكا، قزبر حبوب، وقليل من ثوم بودر. تنحرك الخليط ديالي وتنقلي البصله وفلفل الالوان مع التوابل حتى كطيح البصله والفلفله، وكنضيف الكفته. بالنسبه للكفته ضروري ما نطيبوها، وحنايا تنفرتتوها بهذا الشكل اللي كتشوفوا امامكم باش تجينا الكفته مفرتته ورقيقه. اعزائي عزيزاتي، وكالعاده الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، وما تنسونيش من التعاليق لانها مهمه جدا للفيديو باش ينتشر ويشوفوه ناس وحدين اخرين. كنشكر جميع المشتركين والمشتركات اللي عندي في القناه، وكنطلب منكم فضلا وليس امرا التفاعل مع الفيديوهات باللايكات والتعاليق. كذلك نبغي نشوفكم في المنتدى، ودائما كتبوا لي الوصفات اللي تبغيوني نقدمها لكم. من بعد ما كطيب لنا الكفته ديالنا وتتنشف تماما من الماء، كنضيفوا هنايا كيف ما كتشوفوا الزيتون مقطع خضر، كنضيفوا شويه ديال القزبر والمعدنوس، كنحركوا واحد شويه وتنطفيو عليها النار. وها هي الحشوه ديالنا وجدات، غادي نخليوها تبرد تماما عاد نبداو نعمروا بها الفطائر ديالنا. هنا من بعد ما اختمرت لنا العجين ديغازيناها وقطعتها الحرابل صغارين بهذا الشكل هذا، يكون واحد شويه صغارين حسب الحجم اللي كتفضلوه. من بعد ما حربلنا جميع القطع ديال العجين ديالنا، خليناها طلقات واحد شويه وغادي نبداو نعمروا فيها بالحشو ديالنا. كيف ما شفتوا طلقناها هكذا على شكل بيضاوي، عمرناها بالحشو ديال الكفته والفلفل الالوان، ضفنا عليها كذلك الجبن مبشور، وغادي نبداو نجمعوا الجوانب ديالها بالشكل اللي كتشوفوا امامكم، وغادي نبداو نلصقوهم مزيان بالاصابع ديالنا. وتنحطوها في الصينيه اللي غادي تدخل الفرن. غنعاود معكم واحده اخرى. كيف ما كتشوفوا حنا كنطلقوا العجين، ما تنطلقوهاش بزاف باش ما ترقق ليناش وتقطع. كنضيفوا الحشو اللي برد تماما باش ما يقطعش العجين، كذلك كنزيدوا الجبن، ثم تنجمعوا الاطراف ديال العجينه وتلصقوها مزيان بيدينا بالاصابع ديالنا باش ما تحليناش الحشو. من بعد ما تنقادوها مزيان في الكف ديالنا كيف ما كتشوفوا، كنتاكدوا بان العجينه مسدوده مزيان من الاسفل، كنحطوها بهذا الشكل هذا في الصينيه اللي غتدخل الفرن. تنستمروا بنفس الطريقه مع كاع هاد الحرابل اللي وجدنا.
حتى كنكملوا العجينه ديالنا كامله. من بعد ما استفنا الفطائر ديالنا في الصينيه اللي غادي تدخل الفران، كما كتشوفوا انا دهنتها هنايا بشويه ديال المايونيز، ممكن تدهنوها بجبن كريمي الا توفر عندكم. انا بالنسبه ليا اكتفيت فقط انا دهنتها بشويه ديال المايونيز باش هكذا ملي نضيف التزيين اللي غادي نضيفو من الفوق ديال الفطائر ديالي يبقى ثابت وما يطيحش. صدقوني هاد الفطائر هادو جاو رائعين بزاف وهشاش رطبين ومفشفشين ولداد، وحتى المنظر ديالهم جا راقي وجا المنظر ديالهم رائع. نقدروا نقدموهم كمرافقات هكذايا للحريره او للشربات، نقدروا نقدموهم حتى للكوتي بالنسبه للضياف، فغادي يجيو رائعين وغيحمروا لنا الوجه ديالنا. هنا من بعد ما ايطاليت هاد الفطائر ديالنا بشويه ديال المايونيز من الفوق، فغادي ناخذ واحد الشيته وغادي نعاود نحاول انني نقادهم مزيان، سواء بالشيته الا ما عنديش ممكن غير بالاصابع ديالنا. كناخذ هذاك النصف ديال الفلفل الالوان اللي احتفظت به من قبل، كنضيف عليه الجبن مبشور وتنخلط الجبن مع الفلافل الالوان، وهذا هو الحشو اللي غادي نضيف من الفوق ديال الفطائر ديالنا. قبل ما نضيف هذا الخليط ضروري ما كنبسط واحد شويه الفطائر ديالنا باش كيثبت لينا هذا الحشو هذا فوق منهم. كنضيف كميه لا بأس بها باش كتبان لينا فوق الفطائر من بعد ملي كطيب. ممكن ان نضيفوا قطع ديال الجبن باش منين كطيب لينا وتنبغيو نقطعوها على زوج كتبان لينا ديك التعليكه ديال الفرماج. انا هنايا اكتفيت فقط بالجبن مبشور. كما كتشوفوا تنبسطوا شي شويه الفطائر ديالنا باش منين نحطو فوق من هذاك الحشو ديال الفلفل الالوان والجبن ما يبقاش يطيح لينا، يبقى ثابت. وتنكملوا الفطائر ديالنا كاملين قبل ما كندخلوهم للفران اللي في هذا الاثناء تيكون تيسخن على درجه عاليه. اون فوا تندخلوا الفطائر ديالنا الفران تنهبطوا درجه الحراره ل 180 درجه ونخليهم يطيبوا على المهل. ملي كيتحمروا لنا من الجوانب من التحت ومن الفوق، بالنسبه لي انا عندي الفران ديال الضو فكنشعل الفران ديال الضو بالفرفره من الاسفل ومن الاعلى. بالنسبه للفران ديال الغاز غادي نشعلو غير من الاسفل فقط حتى كطيب لنا واحد شويه، كتبدا كنشوفوا الفطائر ديالنا بدات كتحمر واحد شويه تنشعلوا لها من الفوق باش كتحمر من الفوق. هاد الفطائر ديالنا فهي خفيفه بزاف كي الريشه، لهذا هي كطيب بسرعه وخاصنا نقابلوها في الفران وخاصنا ما نغفلوش عليها. من بعد ما كملنا الحشوه اللي وضعنا فوق الفطائر ديالنا ضفنا عليها واحد رشيشه ديال الملحه وكذلك واحد رشيشه اولا شويه ديال الفلفل الاسود. هادو هما الفطائر ديالنا قبل ما كندخلوهم للفرن. المنظر ديالهم رائع وحتى ملي كيطيبوا فكيجيو رائعين جدا. كما كتشوفوا فاش تندخلوهم للفران فكيتزاد واحد شويه في الحجم كينتفخوا. وهنا من بعد ما وجدوا لينا الفطائر ديالنا فكيجيو رطبين هشاش، والحشو كيجي اكثر من العجين، ما تيجيوش معجنين نهائيا، كيجيو زوينين ولذاذ. اللي كيعجبو الجبن ممكن انه يضيف كميه اكثر. مع السلامه ونتلاقاو في فيديو جديد.